إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. أخبر الله عز وجل في هذه الآيات أنه أرسل الرسل إلى الخلائق لأجل إقامة الحجة عليهم، ومن هؤلاء نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أخبره ربه جل وعلا في هذه الآيات أنه أوحى إليه كما أوحى إلى الأنبياء من قبله. وأفضل هؤلاء الأنبياء والرسل 5 يا عباد الله، هم أولو العزم من الرسل، وهم المذكورون في قول الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هم أفضل الرسل يا عباد الله. وأفضل هؤلاء 5 الخليلان إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من ذرية إبراهيم عليه السلام، بل إنه ما من نبي من الأنبياء بعث بعد إبراهيم عليه السلام إلا وهو من ذريته، ولهذا يقال لإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، فقد قال الله جل وعلا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، وهو يا عباد الله أول من ضيف الضيف، وأول من اختتن، وأول من يكسى يوم القيامة. قال الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أول من ضيف الضيف إبراهيم، وهو أول من اختتن على رأس 80 سنة، اختتن بالقدوم. رواه ابن أبي عاصم في الأوائل وهو في الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. والحديث رواه الإمام البخاري. إبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء وإمام الموحدين، جعله الله عز وجل أمة وإماما. قال سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.
وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الخطاب في هذه الآية الأخيرة لنبينا صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، كما قال له أيضا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم مأمورة أيضا باتباع ملة إبراهيم. قال جل في علاه: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم وأتباعه مأمورون باتباع ملة إبراهيم. أتدرون ما هي ملة إبراهيم؟ إن ملة إبراهيم هي الحنيفية، ملة التوحيد، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه هي ملة إبراهيم يا عباد الله. فإن إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته كان حنيفا، مقبلا على الله، معرضا عما سواه، قاصدا إلى التوحيد، مائلا عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. ملة إبراهيم يا عباد الله التي من تمامها الولاء والبراء والحب والبغض في الله سبحانه وتعالى. فإن نبي الله إبراهيم إمام الحنفاء والموحدين قد تبرأ من الشرك وتبرأ من المشركين، بل تبرأ يا عباد الله من أقرب الناس إليه، تبرأ من أبيه الذي أشرك بالله عز وجل. وربنا جل وعلا قد أمرنا بالتأسي بإبراهيم في ذلك، فقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم عباد الله، هذه هي ملة إبراهيم، ملة إبراهيم التي هي ملة التوحيد، ملة إبراهيم التي فيها الولاء والبراء والحب والبغض يا عباد الله. كل هذا لتعلموا يا عباد الله أن ملة ودين إبراهيم هو بخلاف ما يسمى بالبيت الإبراهيمي الذي يحاول فيه المبطلون الدمج بين الأديان، بين الإسلام واليهودية والنصرانية، وهو يا عباد الله دمج بين الحق والباطل لا يمكن أبدا. يقول هؤلاء المبطلون: إننا نجمع جميع الأديان ونعود إلى دين إبراهيم، نجمع اليهودية والنصرانية والإسلام ونجمعهم على دين إبراهيم، لأن الجميع يعبد الله سبحانه وتعالى. وهذه يا عباد الله فرية عظيمة، لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو نفسه دين إبراهيم عليه السلام، في عبادة الله وحده لا شريك له، وفي إخلاص العبادة له سبحانه وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. إن اليهود والنصارى عباد الله قد كفرهم الله سبحانه وتعالى، فهم على غير ملة إبراهيم يا عباد الله. الله عز وجل هو الذي أخبرنا في كتابه أن اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب بأنهم كفار يا معاشر المسلمين. قال سبحانه وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقال في نفس السورة التي هي سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، وشر البرية هم بخلاف خير البرية يا عباد الله. نعم عباد الله، كيف يكون اليهود على ملة إبراهيم واليهود قد آذوا الله عز وجل فقالوا يد الله مغلولة وقالوا بأنه فقير؟ كيف يكون النصارى على ملة إبراهيم والنصارى آذوا الله عز وجل فنسبوا له الولد وقالوا عيسى هو ابن الله؟ بل إنهم يقولون أيضا إن عيسى هو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم عباد الله، إن هؤلاء المبطلون يقولون أيضا إن الولاء والبراء يحيي الغلو والتطرف ويتنافى مع الأخوة الإنسانية. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن الولاء والبراء
هو من أوثق عرى الإيمان يا عباد الله. وقد علمتم عباد الله أن هذا من الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام الذي تعلم منه الولاء والبراء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. أنت يا عبد الله تحب وتوالي من يحب الله، وتبغض وتتبرأ ممن يبغض الله، والله عز وجل يحب المؤمنين ويبغض المنافقين والكافرين والمشركين. كيف يقال بعد ذلك عباد الله نجمع بين الأديان، بين اليهودية والنصرانية والإسلام فيما يسمى بالبيت الإبراهيمي؟ كيف يقال ذلك وربنا جل وعلا يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الله عز وجل برأ إبراهيم عليه السلام من اليهودية، وبرأه من النصرانية، وبرأه من المشركين، وأخبر بأنه كان حنيفا مسلما. وأخبر جل وعلا أن أولى الناس بإبراهيم هم الذين آمنوا به في أمته. وكذلك هذا النبي أي نبينا صلى الله عليه وسلم وأتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، أنتم يا عباد الله أولى الناس بإبراهيم عليه السلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، كما قال سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، ملة إبراهيم هي ملة التوحيد، وهي التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم حين دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له صلوات ربي وسلامه عليه. واعلموا عباد الله علما جازما أنه لا يصح دين اليوم إلا دين الإسلام الذي جاء به سيد الأنام عليه السلام. فقد قال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه الإمام مسلم. بالله عليكم يا عباد الله، هل بقي كلام بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل كفرهم يا عباد الله، ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من بلغته دعوة الإسلام ثم لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم فإنه من أصحاب النار. هذا الاعتقاد الصحيح الذي ينبغي أن تعتقدوه يا معاشر المسلمين، وأن تعضوا عليه بالنواجذ، أن نعتقد كفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما من يأتي ويقول إننا نصحح الأديان، إننا نقول إن جميع الأديان يعبدون الله سبحانه وتعالى فلا يكفر من كفر الله ورسوله، فهو يا عباد الله مكذب للقرآن راد لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عظيم. أتدرون لماذا هو عظيم؟ لأنه ردة عن دين الإسلام والعياذ بالله. هذا هو الخطاب الذي ينبغي أن يقال، وهذا هو الكلام الذي ينبغي أن يتواصى به يا عباد الله، تذكيرا بعقيدتنا لنعض عليها بالنواجذ. فهذا الكلام نابع من عقيدتنا ونابع من إيماننا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون هذا الخطاب أبدا خطاب كراهية ولا خطاب غلو وتطرف، لأنه خطاب الإسلام الذي هو خطاب الوسطية والاعتدال، سائلين الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا
قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. عباد الله، هذه الآية أخبر الله جل وعلا فيها أنه ما بعث نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه العهد أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ العهد على أمته أنهم إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه. فإنه بعد هذا عباد الله كل من ادعى أنه من أتباع الأنبياء كاليهود والنصارى ومن تبعهم، فإنهم إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يا عباد الله قد تولوا عن هذا الميثاق الغليظ، وكانوا من أهل الفسق الموجب للخلود في النار والعياذ بالله. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد رأى عمر بن الخطاب وفي يده صحيفة فيها شيء من التوراة، فقال لعمر: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. رواه الإمام أحمد. الله أكبر يا عباد الله. موسى عليه السلام الذي كلمه الله تكليما وجعله من أولي العزم من الرسل وأنزل عليه التوراة، لو كان في زمن محمد صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا أن يتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، ما وسعه يا عباد الله إلا أن يتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا في حق الأنبياء والرسل فكيف بغيرهم وبمن يزعم أنه يتبعهم، كما يتبع اليهود أنهم يزعمون أنهم يتبعون موسى، وكما يزعم النصارى أنهم يتبعون عيسى. فإن الأتباع الخطاب لهم آكد يا عباد الله أن يتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى إن عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يا عباد الله لا ينزل بشريعته التي أرسل بها أولا، فإنه ينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحيي من درس منها ويعمل بأحكامها ويقيم العدل بمقتضاها. ثم إنه يا عباد الله يظهر للنصارى ضلالهم ويرد إفكهم يا معاشر المسلمين. هذا هو الكلام يا عباد الله فيما تلوناه من كتاب الله، مما ينبغي أن يسمعه الناس جميعا، مما ينبغي أن يسمعه اليهود والنصارى، مما ينبغي أن يسمعه المبطلون الأفاكون الذين يريدون أن يجمعوا بين الحق والباطل. اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر واجب عليهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، وواجب عليهم أن يجتمعوا معنا على كلمة سواء، أن نعبد الله وحده لا شريك له متبعين شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون واثبتوا على دينكم وإسلامكم يا عباد الله. إذا كان ثمة حوار معهم عباد الله فليكن هذا الحوار على ضوء هذه الآية الكريمة، حوار نبين لهم فيه الحق ونرد فيه الباطل بالحجج وندعوهم فيه إلى الإسلام، ليجتمعوا معنا على عبادة الله وحده لا شريك له على ضوء شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أي متبعين له عليه الصلاة والسلام. وليس الحوار يا عباد الله الذي يتستر من ورائه لأجل أن يجمع بين الأديان جمعا باطلا بما يسمى بوحدة الأديان، فإنه لا يجتمع الحق والباطل يا عباد الله. لا يمكن عباد الله أن يجتمع الحق والباطل والإقرار بوحدة الأديان التي فيها اجتماع الأديان الباطلة مع دين الحق يا عباد الله هو إقرار بصحة تلك الأديان والله المستعان، وهي لا تجتمع مع الدين الحق أبدا. والذي يقر بذلك يا عباد الله مداهن شاء أم أبى، وهو أمر يحبه أهل الكفر، والله عز وجل يقول ودوا لو تدهن فيدهنون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام
أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.